تعالوا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح السعاده وصباح الهنا وصباح الجمال عليكم. عيد سعيد عليكم ان شاء الله. خلاص بدأنا عزومات العيد بقى واللمه الحلوه والقعده. ربنا يا رب يديم اللمه كده ما بينكم، ويا رب ان شاء الله متجمعين ومع حبايبكم زايدين ومش ناقصين ابدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا اساسي الكفته بقى المشويه والكلام ده. هنعمل النهارده كفته وهناخد منها حواوشي وهنعمل منها كذا صوت، وبجد النتيجه مضمونه 100%، وجربيها وعلى ضمانتي. تعالي بقى، انا معايا، انا كنت حاطه بصلايه على اللحمه دي على فكره، ما كنتش هصور بس بنتي كده اللي شجعتني، ربنا يهديها يا رب. معايا بصلايه كده كبيره، انا كان معايا بصلتين كبار، بدات ان انا افرمهم فرم ناعم بالمبشره او بالكبه المتوفر عندك، ونزلي اي سوائل منها زي ما انا عملت كده. وهبدا انزل بالبصله بتاعتي، بصله كبيره حلوه كده، وعلى معايا كيلو ونص لحمه. تمام. وهبدا بقى انزل بالتوابل بتاعتي. وعايزه اقولك ان اللحمه دي فيها دهون، فيها نسبه من الدهون تقريبا 20% كده، يعني ايه، كل ما يبقى فيها دهون بيديكي طعم وطراوه كده احسن. معايا بقى فلفل سبايسي وفلفل رومي مقطعاه صغير كده، وهبدا ان انا احط كبابه صيني واحط فلفل اسود، بهارات كفته وبس كده. وممكن تستكفي بالملح والفلفل الاسود بس لو ما عندكيش اي بهار. معايا معلقتين كبار من الدقيق او النشا، اي حاجه. فايده المعلقتين الدقيق دول او النشا ان هو بياخد معايا اي سوائل في اللحمه، عشان الكفته ما تفكش منك على السيخ، ولا كمان الحواوشي يطري معاكي الرغيف ويبوشه وانت بتسوي. تمام. بحط بقى الملح بتاعي وهبدا اديها عجن بقى. بصوا انا وهي بقى هنتخانق دلوقتي. خلاص كده، يلا بينا. قولوا لي بقى عملتوا ايه في العيد وبتقضوه ازاي؟ انا زي ما قلت لكم دايما العيد الكبير عندي كده بيبقى غير، بس طبعا كل ايام ربنا حلوه، ويعني الحمد لله. الحمد لله. بصوا لحد ما تطلع منها خيوط كده معاكي خالص، وهبدا ان انا احطها في الفريزر شويه بقى في الفريزر كده. يعني ايه، اعمل ما اعمل شويه حاجات مش محتاجاها دلوقتي، عاملاها قبل ما ابدا الغدا بساعه مثلا ولا حاجه. البصل ده مش هرميه، اقعد ميه البصل اسفه، احط عليها معلقتين زيت وفلفل اسود وشويه ملح صغيرين وهركنهم على جنب، هنحتاجهم دلوقتي. زي الفل. يلا بقى، لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تحطي لاختك اللايك وتكتبي لها كمان كومنت حلو منك يفرحني ويسعدني. وطبعا برحب بكل اخواتي وحبايبي والله اللي بينضموا ليا على راسي من فوق، بجد اجمل واحسن اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم كده نعمه في حياتي. بشكركم على كلامكم الحلو اللي دايما بيشجعني وبيديني طاقه ايجابيه. معايا هنا معلقه زيت، حطيت كده حته زبده صغيره طعم بس مش اكتر، لكن لو ما فيش حطي معلقه سمنه وربنا يحسن ما بين ايديكي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنعمل صينيه كده يعني بجد اتشرفي بيها قدام اي حد. ممكن حد يجيلك كده تعمليها وبأقل التكاليف ان شاء الله من ايديك هتبقى حاجه تانية. طول ما انتي واقفه في مطبخك صلي كده على الرسول وسمي، وقفي بحب، هتلاقي احلى اكل باذن الله طالع من ايديكي. شايفين بقى معايا بصلايه فرمتها كده، وبدات ان انا اديها تشويحه في الزبده بقى وشويه الزيت دول. انا يا جماعه بعمل الطريقه دي في الحمام، ما بغيرهاش نهائي لاني حبيتها، وكل اللي دقها من ايدي بصراحه قال لي ان هي حلوه يعني. هبدا بقى انزل فلفل كده سبايسي، ومعايا فلفل احمر. هظبط بقى ميكس اللي انت بتحبيه يعني مش عايزه اي حاجه سبايسي في الموضوع، حطي قرن رومي كده يبقى زي الفل. ودايما زي ما بنقول يا جماعه والله العظيم، العيد او التجمعات مش باكله او بلبس او بحاجه، والله العظيم كفايه ان انت ملمومه مع ناس انت بتحبيها، مع ناس انت يعني موجودين في حياتك، حبايبك واخواتك واهلك دول بالدنيا كلها. ربنا يعني ما يحرمكيش من حد منهم، دي بالدنيا. ده بكل حاجه صدقوني. ممكن تبقي لابسه، تبقي معاكي فلوس، تبقي بتعملي اكل كل حاجه، بس في حد ناقص، في حاجه ناقصه، فده مش هتحسي بيها. اساليني انا. حطيت طبعا الكبد بتاعت الحمام. لما اسيب القناصه بتاعتها بحتاجها يعني بقفل بيها الحمام. وعايزه اقول لكم ان الحمام ده يعني مبهدل جدا، التنظيف بتاعه ما كانش احسن حاجه، يعني كان مقطع مش عارفه، بس انا عالجته وعملته زي الفل. اصلا انا مش هركنه يعني، قلت لهم تعالوا، انا ما كنتش في دماغي خالص ان انا اعمل الحمام، فقلت له لا تعالى بقى انت هتتركن، التلج طبعا هيهريه اكتر، فلا خليه كده ناخده فريش فرافيش.
يعني نزلت بالرز بتاعي وهبدا انزل بالتوابل بتاعتي. معايا بهار مشكل، بس هديله بس تقليبه كده يسخن. بس يا حبيبتي بس. ولو جيتي بقى معايا بهار مشكل، معايا فلفل اسود، ومعايا كمان كمون. احب الكمون في الحمام قوي. ولو جيتي هنا بقى البت بتتعلم معاكم. اوعي تنسي القرفه طبعا، نص كده معلقه صغيره من القرفه بيودي الرز ده في حته تانية خالص، سواء بقى هتحشي فراخ سواء هتحشي حمام، والله القرفه بتودي الموضوع في حته تانية خالص. يلا بينا. هدي بس تشويحه كل البهارات. يبقى حطينا بهار مشكل، حطينا كمان ملح، انا نسيت احط الملح، هحطه معاكم دلوقتي. حطينا كمون بقى، وظبطنا كل حاجه في قلب الحمام ده، وهديله تقليبه ونص معلقه صغيره، يعني نص كوبايه كده ميه مغليه بس تتشرب وخلاص. هنزله على كده. ونسيت احط الملح، حطيته هنا عادي بتحصل يعني، بس اهم حاجه تحطيه. يلا بينا. زي الفل. هاتيلي ميه ساقعه. بصوا يا جماعه، الحمام مفتوح جامد، غلبني بجد، بس انا حاولت اسيطر كده عليه وخلاص. بس بجد كان تسلم ايدك يا ام. طب قومي قومي طبلي لامك بقى، هي بتطبلي. يلا بينا. بصوا ملبساني البتاع بتاعها في ايديا، ملخمني، هرمهولها دلوقتي. ما تشرب ميه ساقعه. حاضر. يا الله. طبعا انا فاتحاه، انا كسره الصدر بتاعه كده يعني، وفاتحه طبعا فاتحاه كده بسيط، وهبدا ان انا احشي من تحت الجلد وجوه كمان من قلبه يعني، وكمان من عند الرقبه كده. وما تكتريش الرز عشان الرز بيزيد ما يفرقعش منك في السوا. جربته قبل كده، حطيته في صينيه في الفرن، كان حلو قوي يا جماعه، بس انا بحس ان هو بينشف شويه. يعني ايه، بيستوي كل حاجه بيبقى زي الفل، وبجد الطعم ما فيش اختلاف، بس بحس ان هو بينشف شويه. فانا بحب طريقه السوا يعني على النار وكده. يلا بينا. قفلته طبعا، وهنعمل بقى كل الكميه وهنشوف هنعمل ايه تاني. يلا بقى حبيبه قلبي، لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، عايزين عيلتنا تكبر بيكم. طبعا انا هحشي كل الكميه، مش هدوشكم خالص. على فكره ما كنتش حاطاه في الفيديو، بس قلت انا عملت غدوه متكامله نعملها كلها كده مع بعض زي الفل. يلا بينا. حاطه بقى ميه بتغلي، حطيت فيها كل الحبشتكنات بتاعتي بقى، حطيت فيها الطماطم بتاعتي، حبهان، ورق لورا كده يعني، ظبطت تظابيط خالص. شوربه عادي يا جماعه، كانك بالظبط هتسوي لحمه او فراخ. بحطش الملح دلوقتي لما بيغلى كده شويه، ياخد غلوتين 3 بس. الحمام بتاعي كان صغير فيعني ما خد غلوه وبتاع، وحطيت له على طول قسمت طبعا كميه اللحمه. هبدا ان انا احط بقى على دي بقى فلفل، حطيت كده شويه شطه، وقطعت كده طماطمايه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، شلت منها الميه بتاعتها. براحتك بقى يعني، عيشي براحتك كده في قلب الحواوشي ده، هنعمل خلطه حواوشي. وحطيت كمان بعد ما قسمت الكميه، حطيت معلقه بهار هنا، بهار حواوشي. يلا بينا. هنبدا نكورها كده عشان ايه، بس نديها تقليبتين 3 تقليب كده. عارفين يا جماعه، ساعات بقعد اسجل الفيديو كده واكتشف في النهايه بعد ما قلبي يوجعني كده، اكتشف ان الفيديو ما بيتسجلش، فده بتبقى بالنسبه لي كارثه. بروح شايله التليفون وقايمه خالص، ما بكررهاش يعني. يلا الحمد لله. بصوا انا ببدا ان انا اعملها كور كده على قد رغيف العيش، عشان ايه ما نظلمش كوره. وفي الحبه دول اللي هيفيدوا هنسيبهم، لقينا كده الرغيف مظلوم شويه هنحطه، مش هنرمي حاجه. يلا بينا.
عايزه اقول لكم ان الواحد طالع كسلان كسل السنين يا جماعه، وكاني كنا بنجري في مشوار طويل قوي وقعدنا بقى مش قادرين نتحرك. انا بجد بقعد هنا او من هنا واقعد هنا، مش عارفه في ايه يعني، بس يلا. كسل بقى، ارهاق، قله النوم، الجو اللي احنا عشنا فيه قبل احنا ليه كده يا جماعه؟ هو ليه كده اصلا؟ ان هو يعني قبل العيد نبقى بنعمل كل حاجه وزي الفل، نيجي في ايام العيد بنبهد ونبني ومش عارفه ايه يعني. هو احنا ليه ما نعيش عادي يعني ونفرح بالعيد ونبقى مستعدين ليه وكده؟ بس هي دي عاده وطقوس بقى اتربينا عليها يعني من صغرنا، مش هنقدر نتكلم. طبعا خلاص هرص بقى الحواوشي بتاعي ومعلقه سمنه كده سايحه وابدا ان انا ادهن وشه عشان يديني اللون الجلد او الذهبي اللي احنا بنشوفه ده، يبقى طري من جوه وجوسي كده ومقرمش من بره وزي الفل. يلا على الفرن على طول. على فكره انا من الناس اللي بحب برضو اسوي اكتر على عين البوتاجاز، بس مش مهم، انا كنت مستعجله بصراحه فحطيته في الفرن، قلت اشوف اعمل ايه تاني عشان يعني ايه ما اقفش جنبه بتاع. لكن انا اصلا بحب اسوي على طاسه كده على الفرن بصراحه. ميه البصل اهو، ميه البصل حطيت هنا برضو شويه بهارات كفته واديتها برضو عجنه، ودي ميه البصل حطيت عليها فلفل اسود وملح زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا اصبع الكفته بتاعتي. بس كده موضوع سهل، مش عايزه على اي حاجه. ده مسن عندي مكسور كمان اهو والله، او معلقه، ظهر معلقه كده يعني، ظهر شوكه، ممكن عصايه الشيش طاووق، ممكن على كيس بلاستيك زي ما انت تحبي وزي ما انت عايزه. طريقه الكيس سهله قوي بس متعبه شويه. شفتها من اكتر من حد وجيت اجربها ما حبيتهاش يعني، حسيت الموضوع صعب. احنا عايزين نقف في المطبخ ساعة كده ونبقى مجهزين احسن اكل عشان ندي وقت لحاجة تانية، ان احنا نقعد مع اولادنا، ان احنا نقضي العيد يعني بمعنى اصح. بس يلا، مفيش حد ما دخلش المطبخ. اوعوا تقولوا ان انتوا مدين اجازة من المطبخ، لا، كلنا في المطبخ. يلا بينا. انا بظبطها على ايدي كده لما بشيلها من المسن، ممكن تكش شويه مني ولا حاجه، وخلي بالك يعني كبري الصباع شويه عشان هو هيكش شويه حرفيا، لكن انت بتحبيه صغير صغريه، بس يعني خلي في دماغك ان هو هيكش شويه عشان فيه دهون يعني، ما لازما. اخلص بقى كل الكميه ونشوف هنعمل ايه تاني. يلا بينا. خلصنا بقى كل الكميه زي ما انت شايفه على الفرن على طول. قبل انا بقى محمر الحمام، اعمل شويه طحينه كده وهعمل شويه سلطه وخلاص الحمد لله، واكله هنيه تكفي 100 زي ما بيقولوا. يلا بينا. اسفه التليفون فصل شحن وده العادي يعني يا جماعه. طبعا بحمر هنا الحمام، بحمره بميكس كده بين السمنه والزيت، بس عشان ما كنتش هحمر الكميه كلها يعني، فما كترتش من الماده السائله وكده اللي هو الزيت يعني وكده يا جماعه. خلاص كده خلصت كل حاجه. تعالوا بقى نشوف هنقدم بقى الصينيه بالشكل ده، يبقى شكل حلو قوي على فكره. بصوا الكفته يا جماعه ما شاء الله، كشت حاجه بسيطه قوي والله اكبر عليها، جوسي من جوه قوي قوي، وهوريكي دلوقتي. بصي انا جيت افتحها، بصوا مش قادره وربنا ما قادره، فكان ما بفتحش الشوايه خالص على الكفته يعني، بسيبها على الرف كده وتستوي براحتها. شويه طحينه كده وشويه، بصي جوسي قد ايه من جوه، بصوا الجمال. يلا ايوه هو ده الكلام. يا رب الفيديو يكون عجبكم. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم في احسن حال. لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو